السلام عليكم أصدقائي المشاهدين. غادي نرجعوا للشأن الاقتصادي اليوم. المندوب ديال التخطيط اللي هو الحليمي ديال المندوبية السامية للتخطيط دار واحد التقرير حول التطورات الاقتصادية للمجتمع المغربي، وفيه يدين بشكل مباشر الحكومة المغربية وكذلك والي بنك المغرب وسياسة بنك المغرب، خصوصا في الزيادة في سعر الفائدة. الموضوع الأساسي اللي كيهمنا اللي جا في التقرير ديال الحليمي أو ديال المندوبية السامية للتخطيط هو هذه المسألة ديال زوال الطبقة المتوسطة. من قبل كانوا بزاف ديال التقارير وبزاف ديال البيانات السياسية وبزاف ديال الناس كيتكلموا على ان الطبقه المتوسطه ما بقاتش في المغرب. كان هذا الشيء كيتقال من طرف المعارضه ومن طرف اصوات بعيده عن الحكومه، اصوات نقابيه، اصوات حزبيه، عامه المواطنين كيقولوا، او حتى في اصوات كوميديه. احيانا كنعقل واحد مسرحيه، ماشي مسرحيه، واحد سكيتش كان قدمه سعيد الناصري في البدايات ديالو في النهايه ديال التسعينات، كان كيقول فيه بانه حنا في المغرب عندنا جوج ديال لي كلاس او جوج ديال الطبقات. كاين واحد الطبقه الفوق عليا اللي هي طبقه ثمينه جدا وهي اقليه صغيره، وكاين واحد الطبقه ديال الاغلبيه اللي كلهم فقراء شي لاصق في شي. اذا اليوم فاش كيجي المندوب ديال المؤسسه الدستوريه وكيعطينا تقرير بان الطبقة المتوسطة في المغرب تكاد تنعدم وأنها مهددة وأنها ما بقاتش، هذا كيدل على بزاف ديال الحوايج. عندنا قراءات مختلفة باش نقراو هذا الشيء، ولكن بالنسبة للقراءة الاقتصادية أولا هو أنه في المغرب هاد الزيادات اللي كاينة والسياسة الاقتصادية ديال الحكومة المغربية، ماشي غير هذه، جميع الحكومات وبالتالي الدولة المغربية ككل، السياسة ديالها أو الخطة ديالها هي فاشلة، لأنها لم تستطيع أن تحقق واحد التنمية بشرية شاملة في البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي باش تعزز أو لا تحمي فقط بعض مظاهر ما نسميه الطبقة المتوسطة. قبل ما ندخلوا في هذا الشيء نتكلموا على التأويلات ديال التقرير ديال الحليمي، غادي نسولوا شنو هي الطبقة المتوسطة. طبعا كاين بزاف ديال التعاريف اللي هي سوسيولوجيه، اللي هي اقتصاديه، اللي هي مختلفه، ولكن التعاريف كلهم كيتفقوا حاجه واحده، يتفقوا بانه في اي مجتمع كاين واحد الطبقه عليا اللي هي تهيمن على الانتاج، تهيمن على الاقتصاد، هذه طبقه عليا ديال البورجوازيه النافذه، الناس اللي ملياردير وبحال اخنوش والناس اللي عندهم ريوع كبيره وارثينها وداكشي، اسماء شركات كبرى الى اخره في اي بلاد. وكاينه طبقه اخرى كتسمى الطبقه الدنيا. الطبقه الدنيا هي الطبقه العامله، وكاين واحد الطبقه اخرى وسط منها، هي احسن شويه من الطبقه العامله ولكن ما وصلش للطبقه العليا. اذا هي بين الطبقه الدنيا والطبقه العليا. ولكن شنو هي المؤشرات ديالها؟ المؤشر الاقتصادي كيقول لك ودي الدخل القومي، النصيب ديال الفرد من الدخل القومي ديال الطبقه المتوسطه خصو يوصل من 100 حتى ل 150%. مثلا الا كان المتوسط مثلا عندنا في المغرب هو مثلا 10000 درهم، راه خص الطبقه المتوسطه يكون عندها من 10000 حتى 15000 تقريبا مثلا. هذا مثال، وكاين هذا معيار مادي. وكاين كذلك المعيار الاجتماعي اللي كيقول لك ودي الطبقه المتوسطه هي اللي كتستطيع انها توفر الفلوس للرفاهيه، وتدخل ما نسميه الطبقه المترفه، اي انها ماشي غير دابزه غير مع الكراء والمأكل والملبس والسكن وغير ذلك، الامور اللي هي بديهيه واساسيه. الا بقى شي واحد مدابز مع غير هادو راه ماشي طبقه متوسطه. تيقول لك الطبقه المتوسطه هي اللي مأمنه هاد الحوايج كاملين، ولكن عندها واحد الامكانيات اخرى باش تسافر، باش تنفق على الثقافه، باش تمتع بواحد الرفاه اجتماعي،
وباش تكون عندها واحد المجموعه ديال يعني واحد الوضع ثقافي وتربوي ويعني واجتماعي كيمكنها انها تمتع يعني بمجموعه من الثانويات. الى جينا للمغرب نشوفوا واش فعلا كاينه طبقه متوسطه. مثلا في الخليج كاينه طبقه متوسطه لان عندهم واحد العدد كبير ديال الناس، عندهم مثلا خصوصا يعني الامارات وقطر والكويت ومجموعه من الدول، هادو دول عندهم طبقه متوسطه لان الدخل القومي كبير ومجموعه ديال الناس كيفوتوا الدخل القومي يعني ماشي غير ب 150% حتى ل 200 ولا 300%، وكيشكلوا واحد الطبقه مهمه من المجتمع. ما كاينش غير هذوك النافذين اللي يعني هما يعني عندهم وسائل الانتاج، كاين حتى يعني واحد الطبقه متوسطه، عاد كاين العمال واغلبيه ديال العمال هما وافدين الى اخره. يعني كاين ناس شويه اللي فقراء. في المغرب في الحقيقه شكون هما الناس الطبقه المتوسطه؟ يعني كاين واحد الوقيته بعض المهندسين، تنقولوا بعض المهندسين، بعض الاطباء، بعض المحامين، بعض الاساتذه الجامعيين، يعني بعض المهن الحره الى اخره، بعض التجار، بعض فقط. ولكن بالنسبه لاغلب المواطنين واغلب المهن واغلب الوظائف فهي راه ما محسوباش هذه الطبقه المتوسطه، بدليل ان يعني الانسان في هذه المهن هادو راه يلا كيتقاتل مع الزمان. يعني الا كنتي نتايا غادي تقاتل 20 عام من الزمن الوظيفي ديالك باش تحقق مثلا السكن ويلا توازن مع المعيشه، فهذا راه ماشي طبقه متوسطه. في اوروبا مثلا وفي بلدان اخرى راه في ظرف سنتين كتهنا في الاساسيات. كيمكن لك مثلا، ما يمكن اي واحد مثلا يحقق استقرار، يعني استقرار يعني على المستوى استقرار اجتماعي على المستوى السكن، على المستوى يعني الملبس، التطبيب، التربيه الى اخره. اليوم هذه الطبقه هذيك الاقليه حتى هي اللي قلنا كانت كتشكل طبقه متوسطه في المغرب شحال هذه راه ما بقاتش. لان علاش؟ بزاف ديال الناس سواء في القطاع الخاص او في القطاع العام مدابزين مع الاساسيات، مدابزين مع الكرا، مدابزين مع الصحه، مدابزين يقريو ولادهم، مدابزين يعني بعض المظاهر الاجتماعيه مسيرين الوقت وصافي. مع الزيادات اللي كاينه سواء في المواد ديال المحروقات في جميع المجالات، الانسان كيلقى راسو انه مضغوط لتحقيق مكاسب تعتبر اساسيه في بلدان اخرى، تعتبر بديهيه واساسيه ومتاحه بمجهود بسيط في بلدان اخرى. اذا هذا هو الوضع ديالنا في المغرب. وبالتالي فاش كيقول الحليمي هذه الهضره هذه عندها تاويل. بالجانب الاقتصادي هو انه راه كاين غلاء، وهذا الغلاء كيأثر، وان السياسات الاقتصاديه ديال الحكومه وديال الدوله المغربيه عبر عقود ما كانش كتهتم بالتوازنات الاقتصاديه والتوازنات الاجتماعيه، انها تخلق هذه الطبقه هذه وتعززها. هذه الاولى، يعني عندها يعني كاينين الناس باش نفهموا بحال عندنا شي دجاج ولا شي قطيع اعزكم الله. هذا القطيع كيجوع مره كيجوع، كيجي مول شي كيلوح لهم كيعطيهم علف. كاين واحد المجموعه منهم شرسين، داك العلف بما انه قليل وغير متاح هما اللي كياخذوه، هما كياخذوا كل شيء وكيزيدوا كيوليو اكثر شراسه. هادشي اللي وقع في كثير من المجتمعات بحال المغرب، لان السياسات النقديه والسياسات الاقتصاديه يعني والسياسات الاجتماعيه ما عمر كان فيها واحد الهاجس ديال التوزيع العادل للثروه. كانوا مشاريع وكيجيو كيكونوا مفتوحين يعني بشكل ديمقراطي كيبان، ولكن وراه شكل غير ديمقراطي، لان البعض هما اللي كيستقدروا يستافدوا. بحال دابا اليوم مثلا واحد الوقيته كما درنا في البرنامج ديال المغاربه، قدمت واحد الحلقه على المغاربه باعتبارها اكفس صفحه في التاريخ ديال المغرب واكبر قالب خداوه المغاربه، وهو انهم جراو على المقاولات الى اخره. هاد المغاربه الشعارات ديالو زوينه، تمكين الطبقه الوسطى المغربيه، تمكين المقاوله المغربيه، زياده ثروه المغاربه، لا الى اخره. ولكن شكون اللي خدا؟ مشاو الكوار باعوا لمول الشكاره الكبير، الموالين الشكار الكبار، وبالتالي اقليه قليله استفدت. ولكن ماشي استفدت، المشكله استفدت وخدت داك الشيء وباعته ودخلت داك الشيء لجيبها
وديك المقاوله اللي كانوا كيخدموا فيها البوفريه تسدات، يعني ها هي مناصب الشغل مشات، القيمه ديالها ما بقاتش. هادشي اللي كيوقع ديما. اذا كتسمع برامج والحليمي كيصفى علينا اخنوش، تيقول لك اودي راه السياسه ديال الفلاحه من شحال هادي راه غير يعني اجتماعيه، لانها تعتمد على تصدير الماء، كتعتمد على العمله الصعبه وعلى البيع للاسواق الاخرى، في حين ان عندنا السوق الداخليه محتاجه كانت يعني قدمت واحد الوفره، وقدمت يعني لسنوات واحد يعني المنتوج يعني باثمان اللي هي مناسبه واحيانا بخسه، ولكن نهار جاء الامتحان الاصعب لقات راسها مكشوفه ما هي يعني قادره يعني تلبي الحاجيات ديال السوق الوطنيه، وما هي امام يعني الضروريات ديالها ديال انها تستمر في السوق الدوليه. اذا هذه السياسه هذه كانت سياسه فاشله، والمتهم الرئيسي او المسؤول الرئيسي على هذا الشيء هو اخنوش. اصدقائي المشاهدين، هذا كان يعني مجرد مساهمه في النقاش حول الطبقه المتوسطه في المغرب. اذا كان عندكم افكار او اقتراحات او مؤاخذات حول هذا الراي يمكن لكم تدلوا بها اسفل الفيديو.